السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة اكلة هنية مع اماني. النهاردة باذن الله هنعمل الكب كيك التحفة، هش جدا بصوص كده، يعني صوص شوكولاتة جميل جدا والله العظيم، روعة. وبجد هتعملي طلعي كمية كبيرة من بيضتين بس. هنعمل الكب كيك بتاعنا ببيضتين بس ما شاء الله، وكوباية دقيق، وبجد وصفة اقتصادية وسريعة، وعايزه اقول لكم هشه وتحفه جدا. تعالوا نشوف مع بعض الهشاشه بتاع الكب كيك بتاعنا بتاع الشوكولاته عامل ازاي. والله العظيم تحفه. عايزه اقول لكم ان شاء الله باذن الله هتعتمدوا الطريقه دي، ولو انتوا يعني مش بتطلع معاكم الكب كيك معاكم كويسه، هتعملي الطريقه دي وهتعتمديها باذن الله، وبجد والله اقتصاديه جدا. بس يعني عايزه اقول لكم شايفين كميه الهشاشه اللي في الكب كيك فعلا تحفه تحفه تحفه. يلا بقى نشوف المقادير بتاعتنا. قلنا معانا بيضتين، وعندي ورق الكب كيك، وعندي كوبايه من الحليب دافيه عادي او بارده، كوبايه من الزيت، وكوبايه من السكر، كوبايه الا ربع من الكاكاو، وكوبايه من الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا. تمام، هي دي المقادير بتاعتنا، مش كتيره، قليله جدا، بس بصراحه هتطلع منك احلى كب كيك بصراحه ربنا تحفه. وكل المقادير هنضيفها في الخلاط. تمام، طبعا هنضيف الاول السكر. هنعمل مع بعض صوص الشوكولاته في نفس الكيكه برضو، فاهمين؟ يعني احنا هناخد منهم كميه وهنشوف مع بعض الطريقه ازاي. تمام، انا ضفت السكر وضفت الزيت وضفت الكاكاو، هضيف الفانيليا. تمام، هنستبعد البيضتين دلوقتي لان احنا هنعمل اول حاجه صوص الشوكولاته. تمام، وبرده في صوص الشوكولاته هنضيف كوبايه معلقه قصدي من الخل. تمام، معلقه كده زي معلقه الشاي كده تقريبا. تمام، زي ما انتم شايفين كده المكونات اللي احنا الاول هناخد منها صوص الشوكولاته زي ما انتم شايفين. تمام، اول حاجه هنبتدي بقى نشغل بقى الخلاط عشان ندوب السكر وكل المقادير اللي احنا ضفناها في الخلاط تندمج مع بعضيها، والسكر وحبيباته تدوب زي ما انتم شايفين. هيبتدي بقى طبعا القوام يتقل بالضرب بتاع الخلاط كده. تمام، تقدري تعمليه برضو في بالمضرب الكهربائي، تقدري تعمليه في عجانه لو عندك، بصراحه سهل. وتقدري كمان تعمليه بالمضرب السلك، بس كده ايه يعني شويه بقوه كده. تمام، شايفين بقى ما شاء الله تقل ازاي؟ هو ده القوام اللي احنا محتاجينه للصوص بتاعنا الشوكولاته، وهناخد كمان منه مقدار اللي هنشتغل بيه الكب كيك اللي هي الكيكه بتاعتنا. تمام، شايفين القوام تقيل مش خفيف. طبعا احنا هناخد منه كوبايه، وبقيه الخليط هنستخدمه للكيكه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. مفيش اسهل من كده ولا اروع من كده. المقادير بالكوبايه، مش هطلب منك بالجرامات لان في ناس مش عندها ميزان. الطريقه دي سهله وسريعه وبسيطه. حبايبي لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي من الفيديو، يا ريت ما تنسونيش في اللايك، انزلوا على طول اعملوا لايك للفيديو بتاعنا، واشتراك لو انتم مش مشتركين معايا في القناه، فضلا وليس امرا دوسي على زر اشتراك، وبعدين هيظهر لك دوسي اضغطي الكل عشان يوصلك اشعار باي حاجه بنزلها جديد. تمام، ضفت البيضتين بتاعتنا زي ما انتم شايفين بس على صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه، وابتديت ضربت، ما ضفتش اكتر من كده زي ما انتم شايفين. تمام كده، بفرم الخليط مع البيضتين، وهبتدي انزل سنه ميه صغيره. قد ايه؟ قد ربع كوبايه من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. يخفف قوامه وبيفيدني جدا في الهشاشه بتاعت الكيك. تمام، زي ما انتم شايفين معايا كده ضربتين كده وخلاص هوقف الخلاط. طريقة والله سهلة وسريعة وبسيطة، وكوباية واحدة من الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الكوباية اهي، وهبتدي اضربها او انخلها باي منخل عندك عادي. انا كده عندي المنخل دوت، ابتديت بقى ايه اعمل فيه ما شاء الله عليه سريع وسهل. بس هي الكوباية دي مش هستخدم اكتر من كده. تمام، زي ما انتوا شايفين سهل جدا. اهم حاجة ننخل الدقيق، ذرة ملح بسيطة جدا
زي ما انتوا شايفين هناخد بقى من باكل بيكنج بودر او كيك شيف معلقه كبيره من الاكل. تمام، انا كده عشان بستخدم معلقه صغيره خدت كده تقريبا معلقتين بما يعادل معلقه كبيره، واقفل الباكو معايا واشيله لحاجه تانية. تمام، هننزل بقى كل الخليط بتاعنا اللي احنا ضفنا له كله زي ما انتوا ما شفتوا كده معايا. ومش هسيب اي حاجه فيه لان كل دي مقادير بصراحه ربنا، يعني مش هنسيب منه اي حاجه زي ما انتوا شايفين كده معايا. تمام، طبعا مش بضيف الدقيق في الخلاط عشان برضو القوام، خلي بالكم بيفرق قوام الكيكه وهشاشها يطلع حلو. طبعا انتوا لو عايزين تعملوه كيك ابيض مش شوكولاته هتضيفوا يعني معلقتين من الكبار او معلقه كبيره هرميه من الدقيق زياده. تمام، عشان اللي هو بما يعادل ال القوام الحاجة اللي احنا ضفناه اللي هو المقدار بتاع الكاكاو. تمام، يعني هتستبعدوا ده يبقى هتعملوا ده، بس احنا بصراحة عشان الوصفة بتاعتنا دي طلعنا منها الاول صوص شوكولاتة، فهو بصراحة ما شاء الله جميل جدا. لو مش عايزين تعملوه نفس المقادير بس هتضيفوا دقيق زيادة. تمام، طبعا التزيين زي ما انتم عايزين. طبعا عندي قوالب كده، عندي قالب عبارة عن 12 من القبات زي ما انتوا شايفين. ضفت بقى الورق اللي هو بتاع الكيك الكريم الكب كيك، معلش انا اسفه. وهضيف بقى حاجه، بصوا حاجه يبقى ليها بوز كده، تقدري تضيفي يا اما شفشه يا اما اي حاجه ليها بوز كده بحيث ان انت تعرفي تنزلي في القالب بتاع الكب كيك بتاعك. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله سهل وسريع، والقوام مش تقيل قوي اللي هو بما يعني يناسب كده الكب كيك بصراحة، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي بصراحة، ده المظبوط جدا. وهتعتمد الطريقة دي ما شاء الله حلوة وسهلة وسريعة واقتصادية كمان. بصوا كده انا عملت 12 من الكبات دي حلوة قوي. وهنا عندي كمان 6 من السيليكون. تمام، ده بقى ليه شكل كده بيبقى مزجزج كده من تحت، بيبقى شكله حلو كمان. يعني عندنا 12 وعندنا 6 ما شاء الله عطاني كمية كبيرة. 18 من وحدات الكب كيك. بس زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله ما سيبناش منهم الا حاجه بسيطه بحيث ان برضو الكوب كيك برضو يرتفع كده معانا وهيقب كمان. ما شاء الله حلو قوي. طبعا انا كنت في الاثناء دي فاتحه الفرن عشان ادخله على طول على فرن درجه حراره 180 على الشبكه اللي في النص، مولعه تحت بس مش فوق. طبعا اللي عنده طبعا فرن يشغل فيها عادي المروحه تمام لتوزيع الحراره كده. بعد ما طلع معانا طبعا اختبرت الكب كيك بالخله، قعد بتاع تلت ساعه بس. هتضيفي خله كده او شوكه تلاقيه استوى. بصوا عايزه اقول لكم هش جدا جدا، يعني كنت بعمل بالراحه بحيث ان انا ما اقطعهوش وانا بستخدمه لان انا ما صبرتش عليه لحد ما يبرد خالص. ما شاء الله تحفه 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 زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك. بجد والله العظيم الطريقه دي هتعتمدوها ومش هتستغنوا عنها بصراحه. شايفين هش ازاي؟ هش هش هش، تحسوا ان هو سبونش كده. ايه رايكم في الجمال ده؟ بجد مش تحفه اهو من تحت ما شاء الله جميل جدا، ومن فوق ارتفع كده. وبصوا يعني التفرغه دي يدل على ان الكيكه ما شاء الله هشه وجميله زي الفل. حابه ان انا اوريلكم اكتر التفاصيل والهشاشان بجد عشان اللي حابب الحاجه الهشه دي هو الكب كيك ده. تمام، بس كده الطريقه جميله. وهنوريكم بقى شويه من التزيينات البسيطه جدا. طبعا حابين تعملوه بكريم شانتيه اللي هو الابيض او تضيفوا عليه شويه من الكاكاو
تمام. وهوريكم كمان ده بيطلع حلو قوي. عايزه اقول لكم بس عشان نسيت ان احنا بنضيف شويه، بنغلفه بالسيليكون، السيليكون ده بشويه زيت. تمام. اللي هو المعلقه او الفرشه السيليكون ده، ادهني السيليكون دوت بزيت. تمام. عشان يطلع معاكي بكل سهوله. شايفين بيطلع ازاي؟ ما شاء الله جميل جدا. وبيطلع كمان بيبقى ليه شكل زي ما انتوا شايفين كده اهو، بالشكل ده. تحفة يا جماعة والله العظيم وجميل. ايه رأيكم؟ عايزة اقول لكم بقى ما تنسوش اتفرجوا على قناتي وتابعوها، واي فيديوهات من اللي انا بنزلها على القناه حابين تشاهدوها شاهدوها براحتكم، والله العظيم هتستفادوا. عايزه اقول لكم ان في واحده اتبهدلت معايا كده واتقطعت، بس انا سبتها. وعايزه اقول لكم ان هي كده كده هتتغطى بالصوص الشوكولاته اللي احنا كنا طلعنا منه كوبايه من الاول، يعني منه فيه وما استخدمناش مكونات كتيره. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي اقتصاديه وسريعه جدا وسهله، والله العظيم مش هتخسروا حاجه ان انتوا تعملوها وتفرحوا ولادكم. عايزه اقول لكم ان انا عندي بنوتي الصغيره كل شويه ماما كب كيك يا ماما كب كيك، والله العظيم عملت لها الكب كيك دي ما شاء الله فرحت بيها قوي، وقالت لي ماما حبيبتي بتعملي لي حاجات جميله. اقول لها شكرا. طبعا عايزه اقول لكم الاطفال بيحبوا الحاجات السريعه والسهله. عندي هنا كريز، اللي هو الكريز لونه احمر كده من جوه زي الملبن كده ملون لونه احمر، طعمه حلو وشكله كمان جميل. تمام. هو الكريز طبعا مش طبيعي، حبيت بقى اكسر اللون. تقدري التزيينه اللي انت حباها تعمليها. تمام. وهنا الشوكليت اللي هو اللهم صل على النبي، مش عارفه اسمه ايه نسيت، شيكوبون معلش. بس ابتديت بقى احط الشيكوبون الالوان دوت عشان يدي شكل جميل والوان حلوه. طبعا التزيينه زي ما انت عايزه ابتكري واعملي اللي انت عايزاه، والله العظيم بيبقى تحفه قوي. شايفين بقى ايه رايكم في الجمال ده؟ تحفه تحفه. وعمل لنا مقادير جميله، وكل ده بيضتين بس وكوبايه من الدقيق. تمام. طبعا معلقه مثلا من الشوكولاته. لو انت مثلا مش عايزه تكتري شوكولاته كاكاو تقدري تقللي يعني، بس لونه بصراحه كده جميل ومقاديره تحفه وهش جدا وطعمه في منتهى الجمال ومظبوط بالشعره. ايه رأيكم؟ والله العظيم مش يستاهل بقكم. بألف هنا للي يعمل، وبألف هنا بجد لكل حد بيتابع قناتي، وبألف هنا ليكوا كلكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، حتى لو جربتوا او ما جربتوش يكفيكوا شرف ان انتوا تجربوا وتشوفوا الحاجة بعينيكوا. بجد هشة وجميلة، والله العظيم ما بنزل لكم اي حاجة، بنزل لكم حاجة بكون انا بجد عجبتني قوي. وبجد بتأخر عليكم في الفيديوهات مش عشان حاجة، ممكن بجد الواحد يكون وراه طلبات او مش فاضي الفترة دي، اتأخرت عليكم معلش وسامحوني. بس والله العظيم غصب عني بجد في الفترة دي ظروف حصلالي كده، فمعلش بقى كده سامحوني. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. تمام. حبيت ان انا اشارككم. مع السلامة.